فيديو النهارده فيه شويه تيبس كده عملتها الشتا دوت عشان اعلي من الستايل بتاعي او اجدد في دولابي. الدولاب بتاعي الفيت اكتر وشكل الاوتفيتس بتاعتي والهدوم اللي بلبسها شكلها اقيم واشيك. هاي جايز واتساب، انا مثلا بعمل فيديوز عن ازاي نبني دولابنا صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وازاي نعرف الستايل بتاعنا، وعن الهدوم المستعمله، عن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. اول تيب معانا هي ان انا ضفت قطع كلاسيك في هدومي. القطع الكلاسيك عموما عملت نقله نوعيه في دولابي صراحه. يعني انا زمان كنت على طول بلبس اللي هي سويت شيرتس والهوديز والحاجات ديت، فكان الموضوع بالنسبه لي اللي هو كاجوال قوي كده، ومفيش اللي هو نوع من انواع اللي هو الشياكه، واللي هو الواحد يبقى شكله كده شيك ومتهندم كده وقايم. موضوع ان انا ضفت قطع كلاسيك فرق معايا جدا. اكيد مش اللي هو الكلاسيك اللي هو متهندم اوفر ان انا طبعا انتوا عارفين ان انا ما بحبش الشكل دوت، ولكن حاجات اللي هي اقدر ان انا اكاجوالها والبسها بطريقتي، بس برضو تكون شكلها شيك وقايم من غير ما اعمل مجهود. بنطلون القماش بالنسبه لي كان حاجه عايزه اجربها، بس انا ما كنتش عارفه اخد الخطوه، لان انا كنت بحسها حاجه اللي هي كلاسيك اوفر، فحاسه ان هي ممكن ما تمشيش مع ستايلي، واحس ان هي هتخلي شكلي العام او ستايلي يميل لان هو كلاسيك قوي، وانا مش حابه الموضوع دوت. ولكن بعد ما جربته اكتشفت انه من الحاجات اللي بتدي شكل شيك جدا، ولما بلبسها مع حاجه كاجوال بيبقى شكل الاوتفيت بتاعي كاجوال بس في نفس الوقت شيك من غير ما اعمل مجهود. يعني هي حاجه بسيطه، زي مثلا لما بلبس البنطلون زي كده على تي شيرت بيبقى شكله حلو جدا. بحب جدا الاوتفيت ده، وفي الشتاء هلبس عليه مثلا حاجه تقيله، فاحس ان هو قايم من غير مجهود كده وشكلي شيك. وفي نفس الوقت بحس ان القطع الكلاسيك برضك بتديني شيء من اللي هو شوية سن كده في عمري، او شكلي يبان يديني سن. يعني هو قطعة كلاسيك وحلوة جدا، وهي عموما تايمليس، بس هي الفترة دي ترندي بقالها سنتين ولا حاجة، يعني الناس كلها بتلبسه حاليا، فتقدري برضك ان انت تجربيه. ممكن تجيبي حاجة بسيطة او تفصلي حاجة تكون بسيطة عشان انت تجربي، لو عجبتك بعدين ممكن تشتري حاجة قيمة او تفصلي حاجة تكون غالية. تاني حاجة كلاسيك برضك ضفتها لدولابي وكنت مترددة وانا بضيفها، كانت اللوفرز. تاني سنة ليها معايا، من الحاجات برضك اللي انا كنت متردده ان انا اجيبها لتكون مش ستايلي او اجيبها واركنها زي ما بجيبه وبركن، ولكن هي بالنسبه لي طلعت قطعه عمليه جدا وبتريق على معظم هدومي بجد. لما ببقى مش عارفه البس ايه على الحاجه اللي انا لابساها فبطلعها البسها، وكمان هي تشانكي فبتديني طول، فهي مناسبه جدا بالنسبه لي. طبعا هي في منها الكلاسيك وفي منها اللي هو الكلاسيك اللي هو مفهوش الكعب الكبير دوت. اختاري اللي يناسبك عادي لو حابه تضيفيها. وطبعا مش اساسي ان انت تضيفي نفس القطع اللي انا ضفتها، ولكن ممكن تشوفي قطع كلاسيك تضيفيها، هتفرق جدا في دولابك فعليا. تاني حاجه ضفتها لدولابي برضك مؤخرا هي الكوتس والبليزر. الكوتس عموما من الحاجات اللي انا برضك كان صعب بالنسبه لي ان انا اضيفها. انا كان عندي منه اللي هو الطول العادي القصير وكنت جايباه برضك ركناه، ولكن مؤخرا لما ضفت الطويل حسيت ان هو برضك نقل ستايلي نقله جامده برضك. وفي نفس الوقت انا كنت بقى ان انا اجيبه لان انا بتيت، ولكن اكتشفت برضك ان هو بيليق عادي واقدر ان انا بالستايلنج البسه عادي، وبيدي شويه سن برضك زي ما قلت على القطع الكلاسيك، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. طبعا سهل ان انا انسقه سواء كاجوال او كلاسيك. يعني مثلا لو لبسنا عليه تي شيرت بس ابيض مثلا، او حاجه بسيطه قميص ابيض وبنطلون جينز وحطينا عليه الكوت بتاعنا، يبقى حلو جدا وما بذلتيش مجهود وانتي بتعملي له مثلا تنسيق او كده، لان هو قيم اصلا لوحده. البليزرز برضو من الحاجات اللي فرقت معايا في دولابي صراحه، كانت بتنفعني جدا في الاوقات اللي عندي فيها مناسبات بسيطه كنت بلبسها، وفي نفس الوقت برضك لما باجي البسها على حاجه كاجوال برضك بسيطه بتبقى حلوه جدا. ومع الوقت ومع قرايتي في الستايلينج وتمعوني في الفاشن اكتشفت برضك ان احنا نقدر نكاجوالها بسهوله جدا، ولما نيجي نلبسها يبقى الموضوع اللي هو ايه كاجوال بس بشكل شيك كده زي الصور اللي هوريها لكم. فهي برضك كانت اضافه حلوه جدا لدولابي، وبالذات بقى في الصيف. في الصيف كمان بالاخص ان انا بحس ان هدوم الصيف مش اقيم حاجه عموما. شتوي بتبقى قيمه لوحدها، انما هدوم الصيف مش اللي هي قيمه قوي، فاضافه البليزر بالذات في هدوم الصيفي بتفرق جدا وبتخلي ستايلنا دايما شكله قيم وشكله شيك. تالت حاجة هي اضافة الطقاوي او اي حاجة عموما بتتحط على الشعر. في اوقات كتير كنت باجي البس الطقم فحس ان هو ناقصه حاجة، ولكن انا مش عارفة ايه هي او مش محددة ايه هي. وبعدين في فترة تانية كنت بعالج شعري، فكنت بضطر ان انا دايما البس عليه طواقي وكده. ففي الفترة دي كنت بحس ان انا برضك الستايل بتاعي اتنقل، اللي هو كان مثلا ايه البس الاوتفيت احس ان هو كده كامل كده، ان انا لابسه كل حاجه كامله من اول راسي لحد تحت.
فموضوع الحاجة اللي بنلبسها على راسنا دي بتفرق جدا. ممكن للمحجبات تكون الفرق في شكل السكارف اللي هيلبسوه او شكل الطرحة او لونها، بردك ده بيفرق. ان انت مثلا تضيفي حاجة مختلفة انت بتلبسيها على طول، او ان انت تضيفي اشار، او ان انت تضيفي اشارب مثلا يكون شكله مختلف وشكله قيم وشيك. الحاجات دي بردك هتفرق معاكي في الاوتفيت النهائي. وطبعا الاكسسوارات او الطقاوي اللي بنلبسها في الراس، طبعا دي كله حتى المحجبات دلوقتي بيلبسوها عادي، فدي بتفرق جدا وبتكمل الاوتفيت بتاعك، تخليه شكله اقيم واشياء، حاجه مكتمله الاركان كده. كمان بحس دلوقتي ان الاكسسوارز والحاجات اللي هي على الراس بالاخص تقدر ان هي تنقل الحاجه اللي انا لابساها او القطعه الكلاسيك اللي انا لابساها ليه قطع كاجوال زي ما هوريكم في الصور كده. يعني مثلا هنا هي وهي لابسه الكوت وعليه الكاب، فشكله بردك اتنقل، بدل ما كان حاجه كلاسيك بقى حاجه كاجوال. بردك وهي لابسه البليزر وعليه سويت شيرت وعليه البني كده، فتحسوا اللي هو لا ده مختلف وكاجوال. يعني عموما اي اكسسوارات حتى لو مثلا الشراب على الليجن والبالتو بردك بيخليه كاجوال. هي دي الحاجات اللي بتضيف وبتخلينا نقدر ان احنا نحول هدومنا بكل سهوله، سواء بقى هلبسها الصبح او هلبسها بالليل، فدي حاجات مهمه جدا. يعني حاليا عايزه اجدد اللي عندي، ولكن مستنيه الشتاء يجي شويه علشان نقدر يعني نلبس، لان دلوقتي لحد الان لسه بنتحرر نلبس حاجات تقيله قوي. دلوقتي وقت ان انا افكرك لو حابه ان انتي تنضمي للقناه وتنضمي للعيله اللي انا لسه مبنيه. في العيله دي بنهتم بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك اون بادجت. فلو انتي مهتمه يا ريت تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس ولايك للفيديو ده وشير لاصحابك المهتمين، علشان القناه تكبر بسرعه وعلشان يكون عندي حماس اكتر ان انا اعمل محتوى اكتر. حاجه بقى هي الشوزات والشنط. الشوزات بردك والشنط من الحاجات اللي فرقت جدا في ستايلي لما بدات ان انا اهتم بيها، وبدات ان انا اهتم ان انا اجيبها صراحه قيمه وغاليه. يعني انا الاول كنت بجيب الحاجات اللي هي رخيصه، على اساس ان انا مثلا اجيب حاجتين ب 400 بدل ما اجيب حاجه واحده ب 400، او اجيب حاجه حاجتين مثلا ب 500 بدل ما اجيب حاجه واحده ب 500. فكان الموضوع اللي هو الحاجه بتهلك بسرعه وشكلها مش قيم. ولكن لما بدات استثمر في قطع احس ان هي قيمه، فبقيت احس ان انا الاوتفيت بتاعي بيبقى شكله كامل ككل. زي مثلا الشنطه السوداء اللي انا اشتريتها، الشنطه دي من اغلى الشنط اللي اشتريتها بالحجم دوت. يعني دي ب 350 جنيه في وقت سيل، وهي كتكوته قد كده، ولكن هي بتفرق معايا جدا وبلبسها حاليا صيف وشتاء، وبحس ان هي صراحه شكلها قيم جدا وبتكمل الاوتفيت بتاعي. بردك الشوزات زي اللوفرز والشوزات ديت بردك بتفرق جدا. لو بردك جايبه بوتس غالي هيفرق معاكي جدا في شكل الاوتفيت النهائي. فدايما نهتم ان احنا نجيب شوزات وشنط تكون شكلها قيم، شكلها غير الاكسسوارز اللي فيها حلوه وما تكونش مثلا بتبوظ بسرعه او تصدي والحاجات ديت، عشان الحاجات دي اللي بتكمل بردك شكل الاوتفيت النهائي. وعشان اللي هو ما بقاش لابسه حاجه قيمه من فوق، ولا لابسه مثلا اكسسوارات اي كلام واحس اللي هو ايه بقى بقت هرجله وكده. نقطه بقى وهي الاكسسوارز نفسها اللي هي الاكسسوارات. انا بردك زمان ما كنتش بلبس اكسسوارات، ولكن دلوقتي ما بقدرش انزل من غير اكسسوارات. بحس ان هي بتفرق معايا جدا في الاوتفيت اللي انا لابساه. وزي ما قلت قبل كده الاكسسوارات من الحاجات اللي تقدر ان هي تنقل الاوتفيت بسهوله، من مثلا حاجه هلبسها الصبح لحاجه هلبسها بالليل. لو لابسه حاجه ساده زي كده اقدر بردك ان انا اعمل لها الفيت بالاكسسوارات، بردك بتبقى شكلها مختلف. الحلقان بردك بتفرق في شكل الوش عموما مع التسريحه بتفرق. الخواتم بتفرق في شكل الايد في الشتاء. يعني بصوا شكل الايد كده كيوت وهي مستخبيه وطلع بس الخواتم كده منها. الاكسسوارات من الحاجات اللي بردك اضافه حلوه لدولابك واضافه حلوه للستايل بتاعك، وهتنقل الستايل بتاعك. حتى لو جبتي حاجات بسيطه في الاول اللي هي اساسيات، وبعد كده تضيفي كل فتره، بالذات ان دلوقتي بقت الحاجه عمرها اطول ممكن اغلى شويه غير الاكسسوارات اللي هي الفالسو، ولكن بتبقى عمرها طويل. بقت دهب صيني، بقت خامات مطليه، كل الحاجات دي بقى عمرها طويل، تقدري انتي تعملي منها كوليكشن بسهوله. انا لازم استغل الموقف واقول لكم ان كل الحاجات اللي انا لابساها ديت من البراند بتاعي. انا اصلا شغاله في الاكسسوارات من زمان وفي الصياغه، بقالي يمكن 4 سنين شغاله في الاكسسوارات وسنتين شغاله في الصياغه. الخواتم اللي انا لابساها دي انا اللي عاملاها، فهسيب لكم بردك اللينك بتاع البيج تحت. يا ريت يعني لو حابين تدعموني اعملوا لها لايك وشير. ثالث حاجه والاخيره هي تسريحات الشعر ولفه الطرح. الحاجات اللي فرقت معايا جدا اليومين دول هي قصه شعري. صراحه تسريحات الشعر وقصات الشعر لما بتختلف بتفرق جدا في الشكل النهائي الاوتفيت. يعني انا قعدت فتره طويله جدا كنت بعمل الزعروره اللي بعملها هنا ديت كده والقصه، ولكن دلوقتي لما قصيت شعري قصه اللي هي على طول بسيبه كده، بحس ان هو حلو جدا مع القطع الكلاسيك، مش بحس ان هو مقيدني قوي
في فكرة ان انا مثلا الزرارة كانت بتخلي كل الحاجات اللي المفروض البسها تبقى حاجات مثلا بناتي او كيوت، كنت بحس اللي هو الكلاسيك حاجة مش رايقة عليها. فدايما التغيير في تسريحات الشعر والقصات ولفة الطرحة بيفرق جدا. يعني مثلا انا مستنيه دلوقتي ان هو يطول عشان ابدا اعمل تسريحات بقى اللي هي على ورا، او تسريحات اللي هي الواحد يلم شعره والجو ده. بالنسبه للمحجبات فطبعا تقدري ان انتي تغيري شكل لفه الطرحه بتاعتك، شوفي لفه مثلا مختلفه عن اللفه اللي انتي بتلفيها على طول، هتحسي بردك بفرق وتجديد في شكلك وفي الاوتفيت اللي انتي لابساه. برضو التجديد ده هيتعكس على دولابك والاوتفيتس اللي هتختاريها. ممكن لو انتي بتلبسي طرحه سودا على طول او طرحه لون مثلا معين على طول، حاولي تغيريها. لو بتلبسي مثلا الطرح بتاعتك ساده على طول، حاولي ان انت تخليها مشجره، لو العكس اعكسي. المهم ان انت تعملي اي تغيير كده بردك هيفرق في الستايل بتاعك، وهيفرق في الشكل العام عموما ده شكلك كده. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا، واستنوا فيديوهات زي كده اكتر، ان انا بحب الموضوع ده قوي، بقيت احسه مسلي اللي هو التبس بتاعت الستايلنج والحاجات دي. قولولي بردك لو عايزين حاجات مختلفة، قولولي ايه نوع المحتوى اللي عايزين تشوفوه الفترة اللي جاية، علشان احدد، علشان وانا بعمل الخطة بتاعت الشهر اللي جاي ان شاء الله.